الراجل بالصدف ولقى كره معدن صغيره في موقع بناء، وفجأه الكره اختفت وأدته قدره غريبه، وهي إنه يشوف بالأشعة السينية. فرك عينيه جامد واتصدم لما اكتشف إنه فعلاً بقى عنده عيون الأشعة السينية. ولما رجع يشتغل على الحفار فتح عينيه وشاف قدامه حجر ذهب ضخم. علشان محدش من زمايله ياخد باله استنى الليل وراح بسرية حفر وطلع الذهب لوحده. اتصدم من حجم القطعة الكبيرة دي وخباها في درج أوضته وهو بيحلم إنه خلاص هيبقى مليونير. تاني يوم استخدم قدره الأشعة السينية دي وهو بيشتري تذاكر اليانصيب. اشترى تذكرتين وفي نص ساعة كسب 20,000 دولار. بعد كده اتصل بخبيره تقييم من دار مزادات. أول ما الست شافت الذهب قالت إن نقاوته عالية جدا وممكن يتباع على الأقل ب10 ملايين دولار. الراجل فرح جدا ووافق يبيع لها الذهب. في نفس اليوم وهو في المول شاف حجر باين جواه يشبك من اليشم، فاشترى الحجر ب200 دولار وطلب من عامل يقطعه، وفعلا طلع جواه يشم حقيقي. العامل على طول عرض عليه 300,000 دولار علشان يشتريه. وفي طريقه للبيت بالليل شاف حجر على الأرض بينور بلون بنفسجي. صاحب المحل قال له إن ثمنه مش هيقل عن 100,000 دولار، بس الراجل اشتراه ب90,000. بعدها جه راجل عجوز وقال له ممكن يبص على الحجر، ولما شاف قدرته اللي عليه في تقييم الكنوز دعاه يجي محله التحف في اليوم اللي بعده علشان يقطع الحجر بنفسه. تاني يوم لما دخل المحل واتفرج على كل الأحجار الكريمة المعروضة اتصدم من قيمتها وجمالها. الراجل العجوز قطع له الحجر وفعلا لقى جواه جوهره بنفسجيه نادره، وبعد تقييم دقيق قال له إن الجوهرة دي كامله وما فيهاش أي عيب، وسعرها دلوقتي لا يقل عن 2,000,000 دولار. في الآخر باعها لاستغنية. أول ما شافتها وعرفت إنها جوهرة كامله عرضت عليه 2,400,000 دولار واشتريتها فوراً.